أنتم فعلا مقدرون لهذه المسألة؟ شوف، هو لا شك أصعب شيء في الحياة دائما هو أن تأخذ موقفا متوازنا يراعي الواقع وينسجم مع القيم والمبادئ. حماس منذ أن نشأت هي ملتزمة بهذا ولا يمكن أن تخرج عن ذلك. بمعنى احنا موجودين في سوريا، موجودين طبعا مع الأمة كلها، لكن قيادة حماس موجودة في سوريا ولنا تاريخ طويل. قطعا لدينا وفاء لهذا النظام الذي وقف مع المقاومة الفلسطينية، مع حماس، دعمنا دعما بلا حدود. وفي ذات الوقت نحن أيضا لدينا وفاء للشعب السوري الذي احتضننا أيضا احتضانا عظيما. فإذا قيمة الوفاء للنظام وللشعب قيمة كبيرة. في المقابل أيضا نحن قيم الحرية والديمقراطية والإصلاح هذه قيم نؤمن بها ولا يمكن أن نناقضها. موضوع الدماء، أي حل قائم على الدماء لا نقره، لكن أنا لا أتدخل في سياسة الآخرين. هذه ليست ساحتي اللي أنا مسؤول عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن عندما يطلب مني تعبير عن موقف أقول أنا مع الإصلاح ومع الديمقراطية ومع الحرية بأوسع مدى، ولا يناقض هذا أن أكون مع المقاومة. وأتمنى أن يحصل ذلك بحل سياسي سلمي وليس بحل أمني عسكري. ونحن ضد الدماء، ونحن عفوا مش بس احنا ضد العنف الداخلي وضد الاستقواء بالتدخل العسكري الأجنبي. هذه قيمنا ننصح بها الجميع. لا شك أنه مثل هذه المواقف قد لا ترضي الجميع، لكن يكفي أن ترضي ربنا تعالى، ترضي ضميرنا، ثم تنسجم مع قيمنا ومع مبادئنا، ونحن أوفياء لكل هذه المبادئ والقيم. الحديث عن تغيير مقر حماس ومغادرة دمشق. نحن قيادة حماس موجودة في دمشق. أنا أذهب وأسافر هنا وهناك وأعود إلى دمشق، وهذا معروف لكل من يعني يراقب ويتابع. إنما هناك حالات من أفراد الحركة، عدد من كوادر الحركة غادروا فعلا سوريا في الأسابيع الماضية في سياقين. هناك عوائل غادرت لسياق اجتماعي، دراسة أبنائهم بناتهم، يعني أصبحت بعض أقربائهم يطلبون منهم أن يأتوا إلى غزة أو إلى الأردن حسب ظروف هذه العوائل، وهذا موضوع إنساني لا أستطيع أن أمنع الناس أن يأخذوا قراراتهم بذلك. وهناك أيضا في سياق يتعلق بالعمل نفسه، بعض الأعمال يتطلب أنه في الظروف الحالية أنه الناس تمارسها في الخارج. هذا هو الوضع الحقيقي أخي محمد وليس أكثر. ما كان يوصف بمحور الممانعة إيران، سوريا، حزب الله، حماس، حتى فترة من الفترات صنفت قطر من بينها، كل واحد الآن أصبح له شأن يغنيه. هل تعتبرون بأن هذا المحور تلقى الآن ضربة قوية بما يجري في سوريا، بما يعانيه حزب الله من وراء ذلك، بتحول موقف قطر لدى البعض؟ هل الصورة مزعجة بهذا الشأن؟ آخر سؤال هذا باختصار. لا جيد. شوف أخي، المقاومة أو محور المقاومة أخي محمد ليس فندقا الناس يعني تستضاف فيه أو تجلس فيه ثم تغادر. أنا حركة مقاومة، فكنت مقاومة واليوم مقاومة وسأبقى مقاومة. هذا خيار لا يتغير بتغير الظروف والتطورات أو الجغرافيا أو غيرها. كنا في الأردن كقيادة حماس وكنا مقاومة، والآن في سوريا ومقاومة، هذا لا تغيير. لكن لا شك أن الربيع العربي وهذا الحراك الداخلي في البلاد العربية والحديث عن الديمقراطية وكل وما جرى في البلاد ومنها سوريا، لا شك أنه عمل نوع من الفرز في الألوان. وهنا في بعض المساحات تباينت فيه ربما الموقف من المقاومة ومواجهة إسرائيل ورفض الهيمنة الغربية، لا خلاف عليه بين من يؤمن بالمقاومة. ولكن في الشأن الداخلي لا شك هناك مساحة من التباين. لكن في الأخير نحن مقاومة، سنبقى مقاومة، وفي ذات الوقت نحن مع الديمقراطية ومع الإصلاح ومع حقوق الشعوب العربية والإسلامية. شكرا لك سيد خالد مشعل، رئيس